ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده الحلقه بتاعتنا هنتكلم فيها عن الصن بلوك واهميته للبشره وليه بنستخدمه، وهل هو فعلا مهم، وهل احنا المفروض نستخدمه في الصيف بس، وهل نستخدمه بره البيت بس ولا جوه كمان. هنعرف النهارده اهميه الصن بلوك، ايه هو الصن بلوك، ازاي نقدر نستخدمه وليه بنستخدمه. الصن بلوك هو كريم بيستخدم للوقايه من اشعه الشمس الضاره اللي هي اشعه الشمس الفوق بنفسجيه، واللي هي ظهرت مؤخرا نتيجه لثقب الاوزون. زمان ما كناش نعرف يعني ايه صن بلوك، واهالينا ما كانوش بيستخدموا الصن بلوك لان ما كانش في نسبه التلوث اللي موجوده، ولا كان ثقب الاوزون عمال بيوسع لغايه لما هياكلنا كلنا بالطريقه دي. من ساعه ما ثقب الاوزون استفحل بالطريقه دي وتوسع وبقى فيه تلوث فظيع جدا، اصبحت اشعه الشمس الفوق بنفسجيه دي بتوصل للارض بكميات رهيبه، واول حد بيتاثر بيها هو احنا كبشر طبعا، وجلدنا هو اول حاجه بتتاثر بيها. فاستخدامنا للصن بلوك ده بيكون علشان خاطر نحمي بشرتنا من الاشعه الضاره اللي هي الاشعه الفوق بنفسجيه. عشان احمي بشرتي من اشعه الشمس لازم ما اتعرضش للشمس. طب انا مضطره ان انا اتعرض للشمس عشان انا نازله اجيب طلبات، انا نازله شغلي، انا نازله رايحه مدرستي، ايا كان رايحه الجامعه، فلازم هستخدم صن بلوك عشان يحمي بشرتي. ازاي اختار الصن بلوك بتاعي وليه استخدمه؟ يعني ايه الضرر اللي ممكن يجي لي لو انا ما استخدموش؟ احنا قلنا ان الاشعه دي ضاره، طب ضاره هتعمل ايه؟ للاسف الاشعه الفوق بنفسجيه اول حاجه واول ضرر مباشر بتعمله للبشره هي التجاعيد، بتسبب في ظهور التجاعيد المبكره جدا للجلد. الناس اللي بتمشي في الشمس كتير او بتنزل في الشمس، او الناس اللي شغلها بيحكم عليها انها تقعد في الشمس فترات طويله، زي المهندسين زي السواقين، بيلاقوا ان بشرتهم فعلا مليانه تجاعيد بطريقه رهيبه جدا، وخصوصا في المناطق الحساسه من الجلد او الرقيقه اللي هي بتبقى جنب العين، بين الحواجب، جنب البق كده وحواليه. فالمناطق دي بتتاثر باشعه الشمس تاثر مباشر جدا، زائد ان الجلد كله بيبدا يتكون عليه طبقه زي الجلد كده، زي ما يكون بيتحرق حرق خفيف وبيبقى مشدود، لانه بيفقد الرطوبه وبيفقد الميه اللي جواه. فاول حاجه واول ضرر مباشر لاشعه الشمس الفوق بنفسجيه دي هي ظهور التجاعيد في البشره. تاني حاجة بيعملها الأشعة الشمس الفوق بنفسجية، إنها زي ما قلنا إنها بتشيل الرطوبة من الجلد وبتسبب الجفاف بتاعه بطريقة فظيعة جدا، وعلاجه بيبقى صعب لأنك لما بتوصلي درجة الحرق ده بيبقى العلاج طبعا صعب. فالوقاية بتبقى في الأول أحسن مليون مرة ما تستني لما جلدك يوصل للمرحلة دي. تالت حاجة ان هو بيحافظ على البشرة بتاعتك، بتبقى موحدة، انت بتحطي الصن بلوك على البشرة كلها، فبالتالي المناطق الضعيفة من وشك زي ما قلنا هنا او هنا ما بيحصلش فيها تصبغات، ولا بيحصل فيها بقع سودة، ولا بيحصل فيها كلف نتيجة التعرض لأشعة الشمس الفوق بنفسجية. رابع سبب، وللأسف هو سبب بقى شائع جدا الفترة الأخيرة، وهو بعد الشر علينا كلنا، تعرض الجلد لسرطان الجلد نتيجة التعرض المباشر لأشعة الشمس الفوق بنفسجية بكميات كبيرة وأوقات طويلة من اليوم. إذن الصن بلوك هو دلوقتي معانا ضرورة ولازم استخدامه، زيه زي كريمات الترطيب وغسول الوش وكل حاجة. إزاي هختار الصن بلوك بتاعي؟ الصن بلوك بتاعي ده علشان اختاره لازم يبقى عامل الحماية من أشعة الشمس الفوق بنفسجية بتاعه كبير. كبير يعني ايه كبير؟ يعني من اول SPF 30 واحنا طالعين. مفيش حاجة اسمها SPF 10 و5 و15، ده الغيه من قاموسك تماما. طيب هو اصلا يعني ايه SPF؟ احنا عرفنا دلوقتي ان SPF هو عامل الحماية من الشمس، بس يعني ايه عامل الحماية من الشمس؟ عامل الحماية من الشمس ده هو الوقت اللي بيستغرقه الجلد عشان يتحرق لو اتعرض للشمس، مقارنة بالوقت واحنا حاطين الصن بلوك، مقارنة بالوقت اللي الجلد بيتحرق فيه لو ما حطيناش الصن بلوك. يعني بطريقة بسيطة خالص، لو انتي الاس بي اف بتاع الكريم بتاعك 30، ده معناه ان انتي بشرتك بتاخد وقت 30 ضعف لغاية ما تتحسس من اشعة الشمس، يبدأ يحصل لها اضرار، مقارنة بالوقت اللي انتي مش هتستخدمي فيه الصن بلوك. يعني ايه؟ يعني لو انتي الكريم بتاعك اس بي اف 30 وقفتي في الشمس من غيره، بعد دقيقة بشرتك بدأت تتأثر واتحرقت، فانت لما هتحطي الصن بلوك بتاعك هتاخدي 30 دقيقة لانه اس بي اف 30. يبقى ده معناه ان احنا لما نقول اس بي اف 50 يبقى الوقت اللي هنستغرقه ان بشرتنا تتعرض لأشعة الشمس وتتأثر بيها لو هو دقيقة، يبقى لما احط الصن بلوك اللي عامل الحماية بتاعه 50 فانا هاخد 50 دقيقة.
وطبعا دي حاجة ممتازة جدا. طيب استخدام الصن بلوك هيعمل ايه؟ هيعمل عكس الاضرار اللي احنا قلناها. احنا قلنا اول حاجه الصن بلوك بيحمي البشره من ظهور التجاعيد. استخدامك للصن بلوك بيقلل من ظهور التجاعيد بنسبه 24%، وخصوصا للناس اللي سنها تحت ال 55، لانها الى حد ما بتبقى البشره لسه بتنتج كولاجين ومحافظه على جمالها وعلى رونقها وبتجدد الخلايا فيها باستمرار. يبقى انت لما تستخدمي الصن بلوك من بدري من 17 و18 سنه، وما تقوليش انا صغيره، لا، انت بتتعرضي للشمس يبقى تستخدميه، لان هو بيستخدم للاطفال كمان. فانت لما تستخدمين وانت صغيره كده انت هتحافظي على بشرتك قدام، لانك هتقللي من نسبه ظهور التجاعيد بنسبه 24%، ودي نسبه كبيره جدا. تاني حاجة هيحمي بشرتي من ان هي يحصل لها كلف او تصبغات او اي بقع احمرار نتيجة التعرض للشمس. تالت حاجة هيحافظ على رطوبة الجلد بتاعتي، لان انا اوريدي بستعملها المرطب بتاعي وبعد كده مستعملة الصن بلوك بتاعي، فكده البشرة بتاعتي هتفضل مترطبة، مش هيحصل فيها جفاف ولا تشققات ولا حروق شمس ولا اي حاجة. رابع حاجة وده اهم سبب طبعا، الحفاظ على الجلد من مرض السرطان بتاع الجلد، بعد الشر علينا كلنا. يبقى انا لازم استخدم الصن بلوك، وعرفنا ان الصن بلوك بتاعنا ده المفروض ان هو من عامل حمايه 30 فيما فوق، اقل لا مش هستخدمه. فاحسن حاجه بالنسبه لي ان انا ابدا من 30، انا بستخدم 50 فيما فوق عشان بشرتي حساسه. طيب اخترنا الصن بلوك بتاعنا وهنستخدمه ازاي؟ اول حاجه لازم تعمليها ان انت تستخدميه على بشره نظيفه. بشرتك هتبقى مغسوله، هتبقي مرطباها، وبعد كده هتحطي الصن بلوك بتاعك. هتحطي الصن بلوك وما تنزليش تتعرضي للشمس غير بعد من ربع ساعه لنص ساعه. وهتخلي الصن بلوك بتاعك معاكي في شنطتك علشان لو حصل ان انت قعدتي اكتر من ساعتين بره، لان الصن بلوك المفروض ان انت هتجدديه كل ساعتين. تمام كده؟ ماشي. الاطفال بيستخدموا صن بلوك؟ بيستخدموا صن بلوك، والصن بلوك بتاعهم بيبقى فيه تركيبه شويه اقوى من تركيبتنا، حتى لو هو نفس الاس بي اف، بس عشان هما بيبقى جلدهم حساس فبيبقى ليهم تركيبه معينه. الاس بي اف بتاعهم برضو نختاره في الاطفال 50 فيما فوق. هتستخدميه برضو ليهم على بشره نظيفه. ده طبعا احنا الصن بلوك بالنسبه للاطفال بنستخدمه في المصايف وفي البسين قبل ما بينزلوا الميه يعني. برضو هتستخدميه على بشرة نظيفة، وهتحطيه بطبقة كويسة، وهتستني ربع ساعة لنص ساعة والطفل بيبدأ ينزل المية. بعد ساعتين يطلع ياخد شاور سريع، ينزل الملح من جسمه او الكلور بتاع البسين من جسمه ويتنشف، وبعد ما ينشف تبدأي تحطي تاني الصن بلوك. يبقى انت الصن بلوك بتاعك ده هو الصديق الصدوق. لو انت واقفه في حر في المطبخ، والكلام ده انا على فكره قلته في فيديو قبل كده، لو انت واقفه في حر في المطبخ استخدمي الصن بلوك. عندك عزومه ومشغله الفرن كتير، استخدمي الصن بلوك. ليه؟ لان الحراره اللي بتطلع من الفرن بتطلع من اي حاجه حوالينا هي برضو ضاره بالبشره، لان هي بتشيل الهايدريشن من البشره فيسبب جفاف. طيب هو الصن بلوك بيشتغل ازاي؟ احنا يعني هو كريم زي اي كريم، طب هو بيشتغل ازاي علشان يخلصنا من اشعه الشمس الفوق بنفسجيه دي؟ الصن بلوك بيعمل حاجتين او حاجه واحده في الاثنين، او هو غالبا بيعمل حاجه واحده في الاثنين. اول حاجه بيعملها ان هو بيمتص اشعه الشمس الفوق بنفسجيه قبل ما توصل للبشره عن طريق مواد معينه موجوده في الكريم، بيمتص الاشعه دي وتكاد تكون بقى مش موجوده، تتفتت فما توصلش لبشرتك، او يعمل زي مرايه فيعمل انعكاس لاشعه الشمس بره البشره فما تخشش اساسا جوه البشره ولا تتاثر فيها. دول الطريقتين اللي الصن بلوك بيشتغل عليهم، واللي هم في النهايه معناهم ان الصن بلوك ده بيعمل زي شيلد او واقي بين بشرتك وبين اشعه الشمس، حاجز بين بشرتك وبين اشعه الشمس. فلازم تستخدمي الصن بلوك وتضيفيه لروتينك اليومي سواء صيف او شتاء او جوه بيتك في الحر. ايه الانواع اللي انا ممكن استخدمها؟ احنا قلنا اول حاجه هنستخدم الانواع الاس بي اف بتاعها 30 فيما فوق، دي اول حاجه تحطيها في دماغك. تاني حاجه لو انت بتستعملي لبشرتك هتستعملي يا اما الكريم يا اما الستيك. في صن بلوك بيبقى على هيئه ستيك كده رول بيطلع وبتحطيه على وشك، وفي اللي هو الكريم. لو احنا هنستخدم للجسم هتستعملي يا اما اللوشن يا اما البخاخ. كده احنا لمينا بكل حاجه في الصن بلوك.
انا بقى بستخدم ايه؟ انا بالنسبه لي انا ايه اللي انا بستخدمه في الصن بلوك في الصيف؟ انا في الصيف بستخدم 3 انواع، واحد للبشره الوش، واحد للايد عشان السواقه، وواحد تالت ده لاولادي عشان وليا برضو لو هنزل البسين، بس طبعا بيبقى الغالب لاولادي فما بحطوش غير على رجلي بس. الثلاث انواع اللي انا بستخدمهم، اول حاجه بستخدمها لوشي انا ولبشرتي فازلين اللبناني. الاول كنت بستخدم لاروش بوسيه، ممتاز مفيش عليه اي جدال، بس طبعا سعره عالي قوي. بعديها كنت بستخدم صن بلوك كوري، بحاول اجيب لكم صورته واحطه في الفيديو، رائع جدا جدا لانه بالهيلورونيك اسيد، فبحس ان انا حاطه صن بلوك ومعاه مرطب غير المرطب اللي موجود، فبشرتي بتبقى حلوه. لما ما لقيتوش فدلوقتي انا بستعمل بازلين حلو جدا. ميزته ان هو الطبقه اللي بيحطها على الوش شفافه، الطبقه دي مش بتعمل لون، لان انا ما بحبش الصن بلوك اللي بيعمل لون. وهو طبعا زي ما قلنا بيستخدم قبل ما بتنزلي ب 15 دقيقه. ده بتاع الوش. بالنسبه لايدي بستخدم ده من ايفا اهو، مكتوب عليه اهو صن اند سي سان سكرين. غالبا الصن سكرين ده بيبقى عاكس، مش بيمتص الاشعه، هو بيبقى عاكس للاشعه اساسا. ده اللي بستخدمه على ايدي. هو لوشن حلو جدا، بس مشكلته بيستخدم للوش، بيستخدم، بس هو مشكلته انا بالنسبه لي للوش ان هو بيعمل طبقه لون ابيض كده، وانا ما بحبش الكريمات اللي بتعمل الوان على البشره. ففي ناس ممكن تستريح فيه، يعني في ناس ممكن تستريح فيه. ميزته ان هو سعره متوسط والحجم بتاعه كبير زي ما انتم شايفين مقارنه بتاع بازلين، فيعني فرق كبير جدا، فيقعد معاكي فتره طويله. النوع الثالث اللي بستخدمه بقى للبسين والولادي للبحر هو برضو من ايفا صن اند سي صن سكرين للكيدز بتاع الاطفال، وهو عباره عن لوشن بيترش على الظهر وعلى جسمهم كله ويتجدد كمان ساعتين. بالنسبه لي انا دول الثلاث انواع المعتمدين بالنسبه لي واللي انا فعلا حبيتهم وقاعدين معايا كررتهم. ده زي ما قلت لكم الكوري لما ما لقيتوش جبت ده، ودول بصراحه انا شايفه ان هم ممتازين للمصايف وبديل ممتاز للاسعار الغاليه للانواع الثانيه. لو انتم مجربين اي انواع تانية يا ريت تكتبوها لي، ويا ريت تقولوا لي عليها في الكومنتات. ويا رب تكونوا استفدتوا من الحلقه النهارده، وان شاء الله باذن الله نعمل حلقه تانية عن حاجات تانية ان شاء الله، واشوفكم على خير.